تزوجت 9 مرات وأصيبت بالاكتئاب بسبب رشدي أباظة، ودخلت الفن بسبب الأنيميا. لمحات في حياة لولا صدقي. بس أولا يشرفني انضمامكم للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونكمل حبايبي. لولا صدقي من مواليد 27 أكتوبر 1923 بالقاهرة. والدها المؤلف المسرحي أمين صدقي. تزوج من إيطالية وأنجبها. وكان في البداية والدها رافض تماما عملها بالفن، ولكن أزمة مالية مر بيها تسببت في موافقته على عملها. بداية لولا صدقي في السينما كانت في دور صغير في فيلم حياة الظلام مع الفنان محسن سرحان. ده كان عام 1940. لتتوالى بعدها الأفلام وتقدم أكتر من 50 فيلم، منها فيلم عفريتة هانم مع فريد الأطرش، ويا حلاوة الحب مع محمد فوزي، والنمر مع أنور وجدي. إلى جانب أفلام أبو حلموس والمليونيرة الصغيرة وفاطمة وماريكا ورشيل والأستاذة فاطمة، عريس مراتي، حبيب العمر، معروف الإسكافي، شهرزاد، فتح مصر، العيش والملح، فلفل، اللص الشريف. ولولا صدقي أحبها الفنان رشدي أباظة من خلال مشاركتها معاه في فيلم المليونيرة الصغيرة مع فاتن حمامة. وهي لما شافته أعجبت بيه جدا جدا، وما كانش وقتها وصل للنجومية، وهو كمان بدلها نفس الشعور، وشايف إنها يعني البنت اللي مش مستهترة وسطحية، وأعجب بثقافتها وتحررها فوقع في حبها. ولكن رشدي أباظة كان بيخاف من الارتباط والمسؤولية، وفضلوا يتقابلوا لحد ما جت في يوم وقالت له إن في حد تقدم لها عشان يخطبها، وسألته عن رأيه فيها فما جاوبهاش. ومن ساعتها انتهت القصة اللي بينهم، ودخلت في حالة اكتئاب عنيف بعد انفصالهم. تزوجت لولا صدقي 9 مرات، وكان أول أزواجها محمد راغب، أشهر رسام الأفيشات السينمائية في الأربعينيات. أما الزوج الثاني فكان شاب ثري، وبعديه اتجوزت من المصور السينمائي الشهير جياني دالمانو، اللي أشهر إسلامه من أجل الزواج منها، ولم يستمر زواجهما سوى 6 شهور. وكان زوجها الرابع شاب ثري مولع بيها. أما خامس الأزواج فكان محلل للرابع، والسادس كان رسام فرنسي أسلم من أجلها، وجاء الانفصال بعد عام لعودته إلى باريس. وكان السابع شاب إيطالي، وكمان بعديه شاب إيطالي رجل أعمال. وبعد انفصالهم اتجوزت علي رضوان مدير إنتاج شركتها السينمائية. وبعد انفصالها عن علي رضوان اتجوزت رجل أعمال أرمني التقت بيه في لبنان، وبعدها سافرت عشان تعيش في روما حيث مسقط رأس والدتها. وفي عام 1964 اعتزلت لولا صدقي التمثيل وهجرت لإيطاليا، وعملت هناك في العديد من الأفلام الإيطالية والفرنسية والأمريكية. وعاشت حياتها في هدوء حتى رحلت عن عالمنا عام 2001. ربنا يرحمها، كانت فنانة متميزة، ويرحم جميع فناني الزمن الجميل.
شكرا حبايبي، حسن المتابعة، مع السلامة.